السلام عليكم. الأول من ذي الحجة، مجموعة جديدة، يعني كباش جديدة، يعني فرحة جديدة، يعني دعاء جديد، يعني قصة جديدة، يعني خير جديد. ربي كرمنا ورحمنا برحمته وزدنا هذا الخير. كملوا حتى الأخير. السلام عليكم، حياكم الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي وفقنا، مشينا في المجموعة الأولى بالكريدي والدين، وربي اللي عالم. دعينا الله سبحانه وتعالى فرحنا المجموعة الأولى، دعينا ربي يقضي لنا الدين نروحوا المجموعة الثانية. ربي عزيز كريم رحيم، بالدعاء الأيتام والأرامل اللي كانوا باقيين. ربي وفقنا ومشينا المجموعة الثانية، وكانت البهجة ما شاء الله تبارك الرحمن. حسبناها غادي تحبس، ولكننا كنا على يقين باللي رانا في طريق الصواب، طريق لرضي الله سبحانه وتعالى. حنا ما جيناش نرضوا نفوسنا، لا، انما جينا نرضوا الله سبحانه وتعالى في الايتام في المجموعه الثانيه. ما شاء الله تبارك الرحمن، درنا الدين على دين، لكن الله المستعان قدرنا نكملوا النصف تاع الدين، وغادي نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله. ومشينا النصف الثاني، وسبحان الله، وانا نحوس على الدين 233 مليون سنتيم جزائري، واذا بمحسن من ديار الغربه بالتحديد في امريكا اتصل بي، والله ما نعرفه، قال لي يا خويا اسماعيل ان شاء الله فيك دين. قلت له هو دين؟ قال لي علي انا نصف دين. وكنت جالس مع الوالده، دعينا الله سبحانه وتعالى وادعوا له من هذا المنبر حفظه الله ورعاه جزاه الله خيرا. قال علي هم كبير، خلصت الدين هذيك ما شاء الله تبارك الرحمن. البارحه على 9 ليلا جنود الخفاء كانوا في ولايه سيدي بالعباس، ومشاو وشافوا وجابوا لي وخيروا لي خير الخرفان قرابه 17 الخروف، وكان باقي لي 6 من الاولين. يعني انا راه عندي 23 خروف ما شاء الله تبارك الرحمن، ولكن كملنا الدين ودخلنا في الدين، ورانا ماشيين في الدين ان شاء الله باذن الله. كما قالت لك الوالده، الا كان ربي يوفق مرحبا، ولا كان ربي ما وفقش نبيعوا حاجه من الذهب تاعنا ونفرحوا ان شاء الله هاد الايتام. علاش؟ الايتام اللي راهم عندي ان شاء الله تشوفوهم، والعائلات عائله واحده لا يعرفوا بعضياتهم. لما شافوا الفيديو الاول بكاو، شافوا الفيديو الثاني بكاو، شافوا الفيديو الثالث، ولكن ربي زاد في العمر باقيه، ورانا في المجموعه الثالثه، ومازال باقي المجموعه الرابعه والخامسه، وندخل العجول ان شاء الله باذن الله. هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. علاش خيرت نهار اليوم اول ديال الحجه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نتشبه بالحجاج، نكثر من التكبير، تقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، قراءة القرآن، صلة رحم، والصدقة، والرأفة بالناس، والعفو على من ظلمنا. جئتكم بالله بهذه المقدمة، جبت لكم أول ديال الحجة، والحج عرفات. زيادة عن ذلك جبت لكم الأيتام، لكم مرضى السرطان، وجبت لكم حتى مرضى السليلياك، نوضح لكم شويه بشويه ان شاء الله باذن الله. المجموعه الرابعه عندنا اولاد الاباء تاعهم في السجن. ها هي عندكم اول ديال الحجه، الدعاء مستجاب مع التكبير، ثم الايتام. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. وحاجه الثالثه الصدقه. ربي كرمنا الحاج عمر ولمنا وزاد في العمر بقيه، ورانا مع هذا الخير ان شاء الله باذن الله. لا نطيل عليكم، علاش؟ لان راهم معنا حتى من ذوي الهمم العاليه. نوحت لكم الايتام وفيهم المرضى وغير ذلك. نبدأ على بركه الله. الحاج محمد، بسم الله. هذه فاطمه بنت عمي سعيد، درت عليه فيديو، يبيع جلبان وقت جلبان، يبيع تشين وقت تشين، يبيع المطلوع ويبيع الكعاك، فيه الدين كبير وفيه غبينه. مشينا فرحناه وعطينا مكتب الله سبحانه وتعالى، خلصنا الدين تاعه، واليوم غادي يجيبوا ابنته فاطمه البركه تاع اليوم ان شاء الله باذن الله. يا رواحي ما شاء الله. اي كي راكي؟ غايه لاباس ما بخير؟ الحمد لله. هيا نخيروك في الشباب بصح كيما تبغيه. فاطمه قول لهم حاجه مليحه، ادعي لهم الله. لا سهل عليكم كاع، لا سهل. يا ربي يا ربي ان شاء الله، ان شاء الله تروحوا للعمره، ان شاء الله تروحوا نروحوا بعيد لبعيد ان شاء الله، وامين. يلا بسم الله ارواحيه. نخير هذا بلاد تاع القران. عرفت تخير. هي هذا واه بنتنا فاطمه كانت مريضه ولدت عمليه، واليوم شرفتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. الفرحة مرسومة في وجه فاطمة،
سعادتك اللي فرحتها واللي دخلت الفرحة في وجه هذه الملائكة، هي فرحانة وحتى الكبش فرحان. سعادتك اللي فرحتها في هذه الأيام المباركة، ربي يدومها، قولوا آمين. هيا ما شاء الله. عجبك فاطمه؟ سباب كل عام ندوك معك تخيري ان شاء الله. ان شاء الله. ربي يطول في عمرنا، وقولي للمحسنين جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نشوفكم الخيرة. ايوه ما شاء الله. هيا نروحوا للطفل الثاني والحاله الثانيه ان شاء الله باذن الله. خالتي تفرحوا ان شاء الله في هذا الفيديو. بسم الله. حاجه بنتي ندى راها معايا مده 3 سنوات، مريضه بمرض السرطان ولكن قويه البنيه وخم كاع وليداتنا. ربي جابها لنا هي كالخير، وراها كنت قد هكا صغيره ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. صاي ان شاء الله غادي نخير. وقولي حاجه للمحسنين ودير لهم دعاء. يا ربي شفي كل مرضى المسلمين ويا ربي قويهم. وربي يقويهم. روحوا الخير واحد شباب مغران وشباب. العائلة الثانية بنتي ندى مريضة بمرض السرطان، الفرحة تاعها لما تجي هي تخير وتدي شابغات وتروح فرحانة. دعوا الله بالشفاء. خيرت واحد ابيض كي قلبها ما شاء الله تبارك الله. قالت لك تدي لي دعاء. اسال الله سبحانه وتعالى ربي يشفي مرضانا مرضى المسلمين ويعافي الصحه انا وبنتنا ندى ان شاء الله باذن الله العام الجاي تكون شافيه معافى. دعوا الله سبحانه وتعالى وجميع مرضى المسلمين والابطال من مرضى السرطان. صحيح بنتي؟ هي روح باباكي ما شاء الله. هي هذا ولدنا معاذ، قال لك اودي ماش باقي نبان في الكاميرا وهذا حقه وراه مع الوالده تاعه. هذا ربي كرمنا بهم. هذا مريض من مرضى السيلياك وهم معنا في الجمعيه ما شاء الله تبارك الرحمن. استفادوا من وقفه رمضان الدخول المدرسي وحتى ملابس العيد ما شاء الله تبارك الرحمن. ادعوا لهاد المرضى اللي راهم مهمشين كثيرين ماشي في هاد البلاد انما مشيت البيئه تاعهم. الام تاعها حكات لي قالت لي الناس راهم يضحكوا عليه، راهم يعيبوا عليه، راهم يقزوه، وحتى لما يمشي ضيف ما يعرفوش قيمه هذا المرض. هذا مرض عادي ولكن ما عندناش العلم فيه. الدوله تاعنا الحمد لله يا ربي وفرت لنا الاكل تاع السليلياك. المحسنين اشروا الماكله تاع السليلياك ومدوها لهذا المرضى وحطوها في الجمعيات ما شاء الله تبارك الرحمن. ولدنا معاذ قال لك نديكم دعاء. هيا بسم الله دينا دعاء. ان شاء الله يا ربي هذا اللي درنا فيه ان شاء الله يا ربي يكمل الدين تاعه ويوفقه. امين. وربي يكمل الدين تاعي. دعانا ربي يكملنا الدين. المهم العائلة الثالثة والرابعة والخامسة اللي ضيق الوقت ولكثرة الأيتام اختزلناها واختصرناها في واحدة زوج ثلاثة ونكمل لكم إن شاء الله بإذن الله. هذه عقاد راه معنا في الجمعية راه في مدة وخاطر درنا عليها فيديو تبات وعايشة في القصديري. هي اللي قلت لكم عليها بلي لما يجي الريح قالت لك والله السقف يطير ولكن صابرة وحاملة وواقفة معنا. ربي يوفقنا راه في الجمعية تاعنا تستفاد كما الاخرين وربي يوفقنا وجزاه الله خيرا المحسن اللي يدير لها الشهريه. الحاجه نبدو على بركه الله. ثلاث سنين كانوا ودي كاع ما تمشاش. هاي اليوم راها جات وربي يوفقنا. هاي هي خيرت ما شاء الله تبارك الرحمن. ان شاء الله غادي تسمعوا الدعاء تاع عقاد ان شاء الله باذن الله. اطلق عليا شو الكبش اطلق الكبش. عندي نداء للناس باغي يديروا الخير. عقاد راها مغبونه عايشه في زريبه كما كان عندها بيت قيس زيري. صاحب الارض باغي يديه، اللي باغي يكري لها واللي باغي يشيلها سكنه واللي باغي يفرحها في هذه الايام مباركات. راكم تشوفوا ولادها كي دايرين والله العظيم لا عايشين مع الافاعي وغير ذلك. اللي راه باغي يسعى معاها لو كان غير نكروا لها ان شاء الله باذن الله ولا نتلايموا ونشروا لها لعند الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد. خير واحد شباب. شوف اليتيم لما تكبر به ويروح يخير وحده ملي يدخل خير الكبش تاعه بقى يدعي في قلبه يا ربي ما يدوهليش. هذا هو المقصد لما يروح ويخير وحده ويمشي فرحان عند المهم تاعه. اشوف لا مازال خويا محمد قال لك كي دخلت للزريبه خيرته قاعد يا ربي ما يخيروش وربي يستجيب سبحانه وتعالى وخيره ما شاء الله تبارك الرحمن. قلنا كاش حاجه شابه ولا دعاء ان شاء الله نولي كيفك وندير الخير. تولي كيفي انا ودي الخير. يا ودي يقول لك حاجه الا كنت مثال الايتام ربي يغفر لنا والسلام. باش يجيك ولدي روح ولدي بسبب 1 2 3 4 5 6 7 8. العائله الثامنه دخول المدرسه قفه رمضان ملابس العيد ان شاء الله يا ربي الشهريه واليوم عيد الاضحى. هادو ايتام الاب والام. الاب توفي والام متوفيه واللي راهم متكفله بهم هي جداتهم. النبي قال عليه الصلاه والسلام تقطع او يقطع عمل بنو ادم الا على 3: صدقه جاريه
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهم بالرحمة والمغفرة. في هذه الأيام بدعي الأجر روح الوالدين، تصدق الأجر روح الوالدين، راكم مع عمكم كشغل الوالد تاعكم راه معاكم ما شاء الله. يا رب بسم الله خير، واحد شاب روحي معاه. يتيم الابوين وشعر صعيب، الام مشات والاب مشى والجده متكفله بهم، شكون اللي يعاونهم يدير لهم الشهريه ويكبروا ويقروا مليح؟ تكون صدقه عليكم صدقه علينا في الدنيا والاخره. شوف والله العظيم تفرحهم وتدخل بهجه وتقلشهم وتكون معاهم، ولكن ماشي كما يجي يلبس العيد وحده بلا ما يشوفوه الناس، ماشي كما يخير عيد الاضحى كيف كاقراني. هادو ايتام غادي يعيدوا ويعيدوا بحاجه شابه هما اللي خيروا. العائله التاسعه والعاشره والحادي عشر وصلنا حتى 14 ومازال ما كملناش، ما قدرش نصور لكثره العدد ولضيق الوقت، ادعونا الله. كاين عائلتين تعذر عليهم الامر للبعد في المسافه، اعتذروا، ولكن الحباب راهم هنايا خلينا نخيروا لهم ونمركوهم ونبشروهم ان شاء الله باذن الله. لؤي راك جايبها؟ لؤي المثابر ما شاء الله. عائله من العائلات، الاب المتوفي كان من ذوي الهمم، خونا عبد القادر ما يقعدش في الدار، انسان ما كرهش حياته، انسان باشوش، حنا كنا بصحتنا كي نروحوا نزوروه والله نستبشروا خيرا. توفى الله سبحانه وتعالى، ولكن صحابه ورفقاء تاوعه تفكروه ولموا له دراهم، زدنا شويه من عندنا وخيرنا له هذا الكبش. ربي يرحمه وربي يغفر له ان شاء الله باذن الله. الكثير من العائلات بها ايتام تعذر عليهم الامر باش يجوا ويخيروا، ولكن شباب كانوا في القمه والوعي خيروا حاجه شابه ما شاء الله تبارك الله. جماعه اللي عيدوا هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك لما وفقنا الله له، كل شيء توفيق من الله سبحانه وتعالى. جماعه ما يشوفوا في الفيديو الله يرضي عليكم، اللي عنده الوالده تاعها حيه ولا عنده الوالد حي ولا هو يعرف قلب الله سبحانه وتعالى، يدعي ان الله سبحانه وتعالى نكملوا هذا الدين اللي راه باقي فينا باش نروحوا المجموعه الرابعه ثم نروحوا للعجول. من القصص التي تصلنا يوميا، هذا انسان يخدم البلاطر الجبس، يعني ينقش على الجبس، قال والله العظيم لم يبقى على عيد الأضحى إلا 3 أيام ولكنني لم أترك المسجد، كان فوق جيبي 3000 دينار جزائري بالعامية الجزائرية. يقول صليت صلاة العصر يوم 7 من ذي الحجة، سمعوا مليح، المغبول المهموم، وأنا راجع وإذا بذلك الرجل عنده مربي أيتام، هو وزوجته مربي الأيتام. قال لي يا صالح هل لك ما تكون به من المال؟ فقلت له لك عني، يعني حتى انا راني محتاج 300 نشري بها شويه لحم ونفرح وليداتي. يقول واذا ب3 خطوات ثم اعود اليهم، انا عندهم ما عندهمش. قلت له حاجه رواح، اعطيتها 3000 دينار جزائري، قلت ادعي الله سبحانه وتعالى. 7 من ذي الحجه القصه، 8 من ذي الحجه واذا بالهاتف يرن صديق لي عنده ورشه من البناء، قال لي كان واحد الانسان باغي يخدم، مشينا واذا بتلك الفيلا الفارهه ما شاء الله تبارك الرحمن. صاحب السكن استقبلني، درت له الحساب، درت له الدوفي ما شاء الله تبارك الرحمن، فقال لي تبدا لي تخدم 4 ايام بعد عيد الاضحى، رانا 8 من ذي الحجه. قلت له ان شاء الله باذن الله، قال لي ان شاء الله باذن الله نعطيك العربون باش تبدا لي، قال لي باسكو انا غادي نسافر، ويا سبحان الله يعطيني 6 ملايين سنتيم جزائري يضاعف لمن يشاء بغير حساب. توجهت بها الى السوق الاسبوعي للمواشي وشيت الكبش وتقاسمته مع العائله الفقيره. ربنا رحيم وربنا كريم، باقي لنا كبش واحد ونكملوا ان شاء الله باذن الله. نكملوا ان شاء الله هذا الدين. رانا جبنا بوبكر 17 الكبش، 17 الكبش من ولاد سيدي بن عباس راه هادين، وكنكملوا غير نص الدين. انا ندير ريس ان شاء الله باذن الله، نروحوا المجموعه الرابعه ثم نروحوا للعجول ان شاء الله. الان غادي تشوفوا هادو راهم مركاو، غادي تشوفوا الكباش الوالا اللي خيرهم الوالا وتشوفوا الفرحه كي دايره ما شاء الله. هادو الكباش تاع المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه ما شاء الله تبارك الله، غادي يلتحقوا مع بقيه الكباش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنا راه كاين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه، وانا ما عنديش رقيق. هنا كاع كيباش ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا خير الله سبحانه وتعالى. قد لكم هذه القصه لان الايتام راهم ينتظروا في المأدبه تاعهم. هذا صديق
رفيقي وحبيبي قال لي في 2023 تخسرت لي السياره، باقي لعيد الاضحى شهر، لميت الدراهم قلت للزوجه خادي ما نعيدوش ونخدموا هذا السياره لانه يعمل بالسيارات الاجره. قال لي ديتها للميكانيكي باغي ينحي هذيك الموتور المحرك، ولكن الميكانيكي كان يلغى. يا محمد يا محمد، طلعت شكون هذا محمد؟ قال لي عندي واحد الطفل هنايا يتيم راه ما جاش. قلت له علاه ما جاش؟ قال لي كيعرف بلي راهم بلا عيد وراهم متضررين وصاحب الساكن يخرج فيهم. هذا اللي روانا القصه. قال لي لما سمعت اليتيم متضرر كما ام عقاد يطردوها من البيت تاعها، فقلت له رجع المحرك الى السياره واركن السياره على اليمين، والثمن نتاع المحرك نشريه اضحيه لهاد الايتام وما تبقى يخلصوا الكراء تاعهم. قال لي يا خويا اسمعين هاد القصه عندها شهر. قال لي والله العظيم، قال لي نهار العيد قال لي انا معيد والايتام معيدين، وزياده عن ذلك دخل المال وعاودت السياره وخدمت السياره ورفدت لك كبش العيد تاعي انا وكبشه الايتام، وربي وفق سبحانه وتعالى. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. لن نطيل عليكم، خد روحوا المأدوبه تاع الايتام ان شاء الله باذن الله. ربي يرحم كريم. بالتجربة على المجموعة الأولى والثانية، هذه الثالثة اكتشفت أن الأطفال يبغوا الإكرام، يبغوا الهدايا، يبغوا الحلويات، يبغوا الإنسان لما يجيبهم يقلشهم يختملها لهم بالقلاش. عمرك ولا تقزيه ولا تتكبر عليه واصبر عليه ودير الله سبحانه وتعالى، واحمد ربي اللي حطك بيناتهم، وهذا خير الله سبحانه وتعالى. هذه بنتنا الحلوة فاطمة كلات وخيرت وشبعت، قالت لي عمي اسمعي عندكم دعاء. أيوه بسم الله. شكرا عمي، الله يحفظكم ان شاء الله. عمي ان شاء الله يجيب لك عمره عمره ان شاء الله، ان شاء الله عمره ان شاء الله، انا وياك والاب تاعك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. صايي. والمحسنين شا تقول لهم هذا اللي يفرحوك؟ لا 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 اخو حبيه، شكرا عليكم. أي بارك الله فيكم. هذا ما شاء الله، هذه القبلة الطيبة من القلب والدعاء الصافي. الله أعلم الله أعلم، ربي يرحمنا بهذا الناس ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى الأرامل جاوا جابوا منهم معهم الخير وجابوا هذه الصدقة. قربت شو قرب أي ها لو أي خدية يتكفل تصدق لأصحابك إن شاء الله. أي روح ولدي روح. كملنا من المجموعة الثالثة، ولكن يا خوتي ما زال فينا دين، وكان نكملوا غير نص تاع الدين. أنا ندير ريسك نروحوا المجموعة الرابعة إن شاء الله بإذن الله، ونشروا العجول ونروحوا المناطق النائية في مناطق الدل نفرحوهم وربي يرضى علينا. دعونا الله.